مش ممكن يجي علينا الشتاء من غير ما نعمل الحلبة المعقودة اللي هي المفتقة. بصوا شايفين الشكل واللون والقوام، حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. الطريقة بتاعتي دي يا جماعة أنا بقالي سنين بعتمدها في كل شتاء واستحالة أغيرها. يلا بينا كده بقى حبايب قلبي نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس ارفعوا لي كده بقى الفيديو بتاعي باللايكات بتاعتكم، واللي مش مشترك في القناة بتاعتي يشترك. النهاردة هنعمل مع بعض مقادير 3 كيلو من الحلبة، هنعمل 3 كيلو من العسل الأسود. ده كده معايا العسل الاسود بتاعي، دول 3 كيلو فضيتهم في البوله زي ما انتم شايفين. يفضل العسل اللي انتم بتشتروه يكون من مكان مضمون، لان في ناس يا جماعه بتخفف العسل الاسود بميه، فاشتروا العسل الاسود بتاعكم مضمون علشان كمان يطلع لنا نتيجه كويسه للحلبه المعقوده بتاعتنا. هنزل على ال3 كيلو عسل ب 300 جرام من الحلبة المرة. كل كيلو عسل بياخد 100 جرام من الحلبة، دول 3 كيلو عسل هبيت فيهم 300 جرام من الحلبة المرة من قبلها بيوم. يعني قبل ما ابدأ كده اعمل الحلبة بتاعتي بفضي العسل من قبلها بيوم وببيته مع الحلبة المرة زي ما انتم شايفين، ونقلب كويس جدا علشان ما يحصلش اي تكتلات. يبقى نبيت العسل بتاعنا في الحلبة المرة ونقلب كويس جدا جدا. يلا بينا بقى كده نسيب العسل مع الحلبة. وده كده بقى شكل العسل والحلبة تاني يوم. العسل شارب من الحلبة المرة كويس جدا جدا. هنديله بقى كده تقلبتين 3. ويلا بينا بقى كده على البوتاجاز نشوف هنعمل الحلبة بتاعتنا ازاي. ادي كده العسل بتاعي وادي الحلبة المرة شاربة من العسل كويس جدا. جبت بقى كده الحلة على البوتاجاز. يفضل طبعا الحلبة المعقودة او المفتقة ان انت تعمليها في حلة تكون ألمونيا. جبت بقى كده الحلة ونزلت فيها ب3 كوبايات من الزيت. يفضل يا جماعة الزيت اللي انتوا تستخدموه بلاش يكون زيت التموين، يفضل كده يكون زيت يعني عباد شمس او زيت ذرة، بيدي نتيجة كويسة للحلبة المعقودة او المفتقة. اول كده ما بدأ الزيت يسخن هننزل عليه بالسمسم بتاعنا. طبعا السمسم حطي الكمية اللي انت عايزاها. انا حطيت على ال3 كيلو حطيت عليهم تمن من السمسم. وهنسيب بقى كده السمسم يتحمص. وده كده معايا نص كيلو من السوداني. انا هسيب لكم كل المقادير يا جماعه في صندوق الوصف. اللي مش عارف مكان صندوق الوصف هو سهم صغير على ايدك الشمال تحت الفيديو، هتضغطي عليه هتلاقيني كاتبالك كل حاجه في صندوق الوصف. نزلت بقى كده في الزيت بتاعي بالسمسم والسوداني، وهنبدأ بقى كده نحمص السوداني ونحمص السمسم. بس خلي بقى ايديكي كده في الحلة ما تتشالش خالص علشان السوداني والسمسم ما يلدعوش او يسودوا منك. يا دوب برضو كده بتحمصيهم. هنقلب بقى كده كويس جدا. بعد كده ما السمسم والسوداني بدأ يتحمص هننزل عليهم بتمن من المغات حوالي 3 معالق كبار. التمن عمل معايا 3 معالق كبار من المغات. عايزه نقول لكم بقى كده اول ما بتحطوا المغات الريحه بتاعته بتقلب الدنيا. هننزل عليهم بكوبايه من الدقيق. وطبعا الدقيق هننزل بالتدريج، مش هننزل بكوبايه الدقيق كلها مره واحده. قلبوا بقى كده كويس جدا جدا علشان ما يحصلش اي تكتلات. عايزه نقول لكم هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، يعني حاجات كده بتتحط على بعضها وفي الاخر بتدينا بقى النتيجه اللي هتشوفوها في الاخر. ادي كده الدقيق اتقلب كويس ومفيش اي تكتلات الحمد لله. بدأت بقى كده انزل ب3 كيلو العسل بتاعي اللي انا مبيته فيه الحلبة المرة. هننزل بقى كده بالعسل وهنبدأ نقلب. اول كده ما بتنزلوا بالعسل بتلاقي السوداني وبتلاقوا السمسم بدأ كده يظهر على الوش. ابدأوا بقى كده قلبوا كويس جدا جدا. واول كده ما تلاقوا العسل بدأ يفور او بدأ يغلي اهو. بصوا هتشوفوا دلوقتي الشكل بتاع الغليان اهو. بصوا يعني شايفين كده يعني بدأ كده يدينا اللي هو اللون البني الفاتح، مش اللي هو لون العسل. بتبدأوا كده تقلبوا. بصوا بقى كده الفوران ده بتلاقوا السمسم والسوداني نزلوا في القعر بتاع الحلة من تحت. هتبدأوا بقى كده تقلبوا ما تسيبوش ايديكوا خالص من الحلة علشان السوداني والسمسم ما يلدعش. قلبوا كويس جدا ما تسيبوش ايديكوا خالص خالص من الحله لحد كده ما تلاقوا اللون بتاع العسل بدأ يظهر معاكوا اهو. لحد دلوقتي كده هو في فوران. هتلاقوا كده يعني لو تلاحظوا انا عايزاكم بس تركزوا في الحله قدامكم. هتلاقوا كده بقى اللون البني الفاتح بدأ يختفي ولون العسل كده بدأ يظهر اهو. قلبوا كويس جدا ما تشيلوش ايديكوا خالص من الحله. وهتلاقوا كمان السوداني والسمسم بدأوا كده يظهروا على الوش. قلبوا كويس جدا. هتلاقوا
كمان القوام بتاعها بدأ يتقل. خلوا بالكم يعني ما تسيبوهاش تنشف جامد، علشان هي كده كده البخار هيكمل التسوية بتاعتها علشان ما تنشفش منكم. يعني ممكن تعملوا كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، بس هتسيبوها يعني ايه، يعني تطفوا عليها يعني متأخر، فهتلاقوها في الآخر إن هي هتنشف منكم. فانتوا طفوا عليها، وهي كده كده هتكمل باقي التسوية بتاعتها بعد ما تطفوا، بسبب البخار اللي بيكون أو السخونة اللي بتكون في الحلبة المعقودة. بعد كده بقى ايه، ما السوداني والسمسم بدأ كده يظهر على الوش، والقوام تقل معايا شوية، مش تقل قوي، لا تقل شوية. نزلت بعصرة من الليمونة. بلاش يا جماعة تحطوا ملح ليمون، خلينا النهاردة كده نستخدم كل حاجة معانا تكون طبيعية. طبعا الليمونة علشان ما تسكرش معانا وتعمل التسقيرة. ادي كده الشكل بتاع الحلبة المعقودة، وادي السمسم والسوداني اهو بدأ كده يظهر على الوش. بصوا شايفين الشكل واللون والجمال. في ناس هتسألني تقول لي في اوقات كده بنلاقي الحلبة المعقودة الزيت بتاعها عمل كده لون خضار على الوش، وفي ناس ما بيعملش معاها الخضار. انتوا عارفين ايه اللي بيخلي اللون اخضر بتاع الزيت بتاع الحلبة المعقودة؟ هو الزيت. يعني لو انت استخدمتي زيت عباد الشمس، هيعمل معاكي اللون الاخضر، او الزيت بتاع الحلبة المعقودة او المفتقة هيكون معاكي اخضر. انا يا جماعة بعد ما بطفي عليها النار، انا بفضيها زي ما انتوا شايفين، علشان انا مش عايزاها تنشف معايا. يعني لا، يعني فضوها كده من الحله، ما تسيبوهاش في الحله، علشان يعني ما تفضلش كده عمليه التسويه بتاعتها شغاله، علشان تبرد معانا بسرعه وما تجمدش مننا. ادي كده الحلبة المعقودة سهلة جدا يا جماعة، ما هياش معقدة ولا فيها اي حاجة. وعايزه نقول لكم استحاله يجي علينا الشتاء من غير ما نعمل الحلبه المعقوده. فضوها بقى كده في الحاجه اللي انتوا عايزينها. في ناس بتفضيها في برطمانات، في ناس بتفضيها في علب، يعني اي حاجه متوفره عندكم حطوا فيها الحلبه المعقوده. لا غنى عنها يا جماعه في الشتاء، بتدفينا. والناس اللي عندها بقى اولادها يكونوا خاسين، او اللي هم عندهم انيميا، ياكلوا من الحلبة المعقودة، هتلاقي ولادك كده ايه خدتهم قلبظت. وكمان الانيميا يعني ما بقتش زي الاول، يعني فيها كلها حديد، لان العسل الاسود كلنا عارفين ان هو بيكون حديد. وكمان فيها بقى مغات، وفيها سوداني، وفيها سمسم. يعني عايزه نقول لكم اللي هي حلبة معقودة على اصولها. بصوا شايفين انا حطيتها في البرطمان وحطيتها في العلب. اي حاجة عندكم فضوا فيها الحلبة المعقودة. بصوا شايفين الشكل واللون والجمال، ولون السوداني حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوها، وان شاء الله تطلع كمان احسن مما انا قلت لكم عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. وده كده كان فيديو النهارده. ما تنسونيش في دعوة حلوة من قلوبكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش كمان في اللايك والاشتراك. باي باي.